لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. كمالة مؤتمر مرتضى باشا منصور على طريقة الكشري، مؤتمر بلا هدف غير ان احنا هنثبت ان ممدوح عباس او اي حد السبب في اللي احنا فيه ما عدا معالي المستشار. محدش هيقدر يقول ان سيادته هو اللي غلطان، ومحدش هيقدر يتكلم نص كلمة في وجود معالي المستشار الحديدة في ايده بس، مع ان كان المفروض ان المؤتمر ده على حد قول معالي المستشار وقناة هزاز الرؤوس انه للمكاشفة والمصارحة والمواجهة، واللي مختلف مع معالي المستشار يقدر يروح ويتكلم ويقول وجهة نظره، ومعالي المستشار يقدر ان هو يدافع عن نفسه، وبلاش كلمة يدافع عن نفسه، يبين الحقيقة او يوضح للناس المختلفين معاه ايه اللي بيحصل جوه نادي الزمالك. لكن في الحقيقه ما لقيناش اي حاجه من الكلام ده حصلت، وفي الحقيقه لقينا شويه تمجيد شخصي لمعالي المستشار، وشويه مطبلطيه قاعدين بالطبله والطار، وشويه استقبال بالمزمار، ولقينا الاستاذ اسلام علوي، واحد من الشخصيات اللي انا بحترمها جدا، وعلى المستوى الشخصي واحد من اللي انا بحب ان انا تابعهم، طلع على المنصة بعد ما طلع المستشار مرتضى منصور وقال انا عايز حد من الهايفين يطلع يبص على العقد ده. فطبعا ما حدش من اللي قاعدين طلع عشان يبص على العقد. ما هو احنا مش هايفين، ما هو اللي طالعين واللي جايين مش تافهين، الناس اللي المفروض ان انت تقدرهم بتغلط فيهم. ففجأة قال معالي المستشار طب انا عايز حد من المختلفين معايا يطلع عشان يواجهني، فطلع الاستاذ اسلام علوي عشان يتكلم مع معالي المستشار. ساعة ما شافوا المستشار مرتضى منصور قال له بعلو صوته انا عارفك انت هلب، انا عارفك وحافظك، معنى كده ان سيادتك يا معالي المستشار بتتابع اسلام علوي، ومعنى كده ان كل اللي اسلام علوي عايز يقوله مقاله على قناته او حتى على صفحته الشخصية على الفيسبوك، فتقدر ترد عليها بقى يا معالي المستشار. فرد اسلام قال له وانا مختلف مع حضرتك، قال له هنشوف موضوع الاختلاف ده دلوقتي، بس اقرا اللي موجود في الورق ده. وكان الكلام على عقد اتشبونجو وانه خد 90,000 دولار 3 مرات، وخلص الحوار. خلص الحوار. نزل اسلام ومحدش اداله فرصه انه يتكلم، ولا حتى قال له هو مختلف في ايه، ولا انه زعلان من ايه، او ساله حتى سؤال طب المؤتمر كان معمول ليه يا معالي المستشار؟ عشان ايه؟ نستقبلك بالمزمار وشويه الطبله وشويه الطار وشويه الهيصه والبوليكه اللي اتعملوا وما طلعناش بيها باي حاجه. طب انا بقى من هنا يا معالي المستشار والعبد الفقير لله هيرد على كلام حضرتك اللي ما اديتش لحد فينا فرصه اصلا انه يتكلم. اولا معالي المستشار بيقول انا مش عامل المؤتمر ده عشان خاطر انا محتاج الجماهير، انتوا اللي محتاجيني، انا ما بحتاجش لحد. ماشي يا معالي المستشار، بس احنا احتياجنا لمعاليك مش كونك معالي المستشار مرتضى منصور، اصغر مؤلف قانون في مصر واكبر محامي في الوطن العربي، او حتى المستشار الوحيد اللي استقال من على منصة القضاء. احنا احتياجنا لحضرتك كرئيس لنادي الزمالك، ان حضرتك تقود المسيرة، وان يكون في ادارة حكيمة ويكون في نجاحات. ده احتياج الجمهور من اي رئيس نادي ايا كان، واي نادي مهما كان اسمه ومهما كان حجمه. يعني لو قلنا جمهور النادي الاهلي محتاج ايه من الخطيب؟ محتاج استقرار، محتاج صفقات، محتاج بطولات. بالتالي جمهور الزمالك محتاج ايه من رئيسه؟ محتاج استقرار، محتاج صفقات، محتاج نجاحات، محتاج بطولات. طب رئيس نادي الاسماعيلي جمهوره محتاج ايه؟ محتاج صفقات، محتاج استقرار، محتاج بطولات. هو ده اللي الجمهور بيحتاجه من رئيسه. مش محتاجين حماية
البداية لان احنا لا احنا بلطجية ولا لينا قواضي في المحاكم فعايزين محامي. ده كان اول نقطة يا معالي المستشار حبيت ان انا اوضحها للناس واوضحها لمعاليك. ده كان اول حاجة. الحاجة التانية حضرتك بتبرر ان انت مش محتاج الجمهور. انا اتحبست وانا رئيس نادي، الجمهور عمل لي ايه؟ طيب الجمهور يعمل لحضرتك ايه وفي حكم قضائي بحبسك لمدة شهر؟ انا اتحبست عشان حطيت يافطة القرن. هنا بقى في مغالطة يا معالي المستشار. حضرتك ما اتحبستش عشان حطيت يافطة القرن، حضرتك اتحبست عشان سبيت وخضت في شرف وعرض اخت الكابتن محمود الخطيب، والحكم عنوان الحقيقة والحكم طالع بكده، قضية سب وقذف وخدت فيها شهر سجن وقضيته، مش عشان موضوع يافطة القرن. تاني حاجة سيادتك بتقول انك اتعزلت عشان خاطر يافطة القرن. انا اسف، كان الموضوع الاولاني انه اتعزل عشان خاطر يافطة القرن، برضو كان رد عليه يا معالي المستشار حضرتك اتعزلت عشان كان في مخالفات مالية او ما قيل وقتها ان في مخالفات مالية، فحضرتك اتجمدت لحين البحث في المخالفات المالية. اما بالنسبة للحبس فكان عشان خاطر اخت الكابتن محمود الخطيب. الموضوع سهل وبسيط. فحضرتك قلت تاني ان انت اتحبست عشان خاطر تقسط غرام الكهرباء، مش عشان خاطر اخت الكابتن محمود الخطيب اللي مش موجوده اصلا من حد على حد قولك. طيب يا معالي المستشار القضيه ايه؟ سب وقذف في اخت الكابتن محمود الخطيب. طيب حضرتك حد شاف حد بيفاوضك ان انت تتنازل عن غرام الكهرباء او تقسط غرام الكهرباء في مقابل ان انت تنول الحريه؟ لا. طب حضرتك اللي طلعت وقلت لنا كده وقلت انا معايا التسجيلات ومعايا كل شيء يثبت كلامي، حضرتك عرضت لنا الكلام ده؟ لا. طب حضرتك قلت لنا ايه اللي حصل؟ لا. يعني المفروض ان احنا نصدق حاجات، يعني مش عايز اقول كلمه تكون قاسيه شويه، حاجات حضرتك اللي بتقولها ونكدب عينينا ونكدب ودنا اللي سمعتك وانت بتشتم الكابتن محمود الخطيب، ونكدب عينينا اللي شافت رقم القضيه، ونكدب الحكم، ونكدب كل شيء لمجرد ان حضرتك عايز تقول ان انا اتحبست واتعزلت عشان خاطر نادي الزمالك. يا معالي المستشار في قبل من حضرتك بدل الرئيس لنادي الزمالك 10 ما حدش فيهم اتحبس عشان خاطر هو رئيس نادي الزمالك، ورئيس نادي الزمالك ده شرف مش سبة عشان اي حد هيمسك رئاسة نادي الزمالك هيتحبس يا معالي المستشار. طب تعالى كده يا معالي المستشار، سيادتك بتقول انك مش هتتكلم في القضاء، وانك مش هتتكلم في احكام القضاء، وانك مش هتجيب سيره القضاء، وان القضاء خط احمر، وانا بتفق معاك، وده النقطه الايجابيه الوحيده اللي في المؤتمر بصراحه ان حضرتك حددت حاجه معينه مش هتتكلم عنها. طب ما تيجي تكلمنا عن الصفقات واللي حصل في نادي الزمالك. شيلت الشيله كلها لفريرا وقلت ان فريرا هو اللي دمر نادي الزمالك فنيا، هو اللي يعني تعب وارهق اللعيبه القدامى، وهو كمان اللي دمر اللعيبه وحرقهم الجداد، ما كانش بيلعب الجداد واستمر بالقدام لحد ما ارهقهم، وبالتالي دي كان النتيجه الطبيعيه. هم فين القدام يا معلم مستشار؟ يعني تعالى حضرتك كده كلمني وقول لي هو فين القدام اللي كان فيريرا بيلعب بيهم السنه اللي خد بيها الدوري؟ كان في اشرف بن شرقي وفي اوناجم وكان موجود طارق حامد في بعض الاوقات وكان في محمود علاء وكان في ابو جبل، كل دول مشيوا. فين القدام؟ مين القدام؟ مين؟ تقدر حضرتك تقول لنا؟ يا معلم مستشار سيادتك جاب 14 صفقه، ليه ما نقولش ان الصفقات ما كانش دون المستوى؟ ما كانش تليق باسم وحجم نادي الزمالك. ليه بنشايل الراجل اللي عمل الثنائيه مرتين دوري وكاس ونقول هو ده السبب عشان مشي؟ طب لما كان هو السبب يا معلم مستشار حضرتك ما اتدخلتش من البدايه ليه وقلت له ان اللي بيحصل ده غلط؟ هتقول لي عشان احنا بنطلع ننتقد حضرتك وبنقول انك بتتدخل، ما انت فعلا بتتدخل.
ما سيادتك بتتدخل. يعني ما كانش اسباب الهزيمه ان احنا كجمهور الزمالك بنهتف لفريرا وعاملين له يفط واعلام داخل المدرجات وما عملناش لسيادتك؟ مش ده كان كلام حضرتك ان ده سبب هزايم نادي الزمالك؟ انا اقول لحضرتك سبب هزايم نادي الزمالك ايه يا معلم مستشار، مع احترامي الشديد لحضرتك. اولا نادي الزمالك لحد يوم 31/12 كان اول الدوري. يوم 2/1 الزمالك هبط من اول الدوري لتاني الدوري، وده كانت مباراة الزمالك امام اسوان. بعد كده شهر يناير كله اخفاقات، والسبب الرئيسي ما كانش فريرا لانه كان هو اول الدوري، وكان بالمناسبة لاعب عدد المباريات قد النادي الاهلي بالظبط، وكان هو الافضل. السبب الرئيسي ان سيادتك طلعت هاجمت اتنين من اهم لعيبة الزمالك سواء احمد ابو الفتوح او عبد الله جمعة، وقلت عليهم ان هم بيشربوا حشيش وبيجيبوا نسوان، فدمرت الاثنين نفسيا وبعدتهم عن الفرقه لمعظم او اغلب فترات الموسم، وبالتالي خسرنا واحد منهم على الاقل وهو احمد ابو الفتوح اللي دمر الناحيه الشمال اللي ما كناش عارفين نلعب مين. فبدات سلسله الهزايم، بدات سلسله ان النادي يتفك داخليا، بدات اوضه اللبس يبقى فيها مشاكل. ازاي رئيس النادي بيتهم اللعيبه بالشكل ده، وازاي الفيديوهات يطلع يعتذر عبد الله جمعه عن شيء ما عملوش، وبعد كده احمد ابو الفتوح لما يتمسك بحقه سيادتك اللي تطلع تعتذر له. هو ده اللي حصل يا معلم مستشار، مش فريرا خالص، والموضوع ملوش علاقه بفريرا. حاجه مهمه تاني، سيادتك بتقول انك اتبرعت ب1,000,000 دولار. والله يا معلم مستشار احنا سمعنا الموضوع ده بدل المره 1000، واقسم بالله يا معلم مستشار كل كلامك في المؤتمر ما هو الا كلام معاد لاكثر من 500 مره. ما فيش مؤتمر الا ما سيادتك بتقول ممدوح عباس اللي دمر النادي، حجز على النادي، ممدوح عباس عمل، حسين لبيب سوى، انت اتبرعت، ولادك المحترمين اللي انا بحبهم على المستوى الشخصي عملوا وسووا واجادوا. ماشي يا معلم مستشار، $1,000,000 اللي كان تركي الشيخ مديهم لك عشان خاطر ليك انت اتبرعت بهم لنادي الزمالك، احنا بنقول لك شكرا وعلى دماغنا وبنحترمك وبنقدر موقفك اللي عملته، لكن يعني بلغه اللي مقطوع لسانهم وهو معلم مستشار، اصل صوتي رجع لي تاني. ايه الجديد؟ هنعيش طول حياتنا نشكر في حضرتك عشان يعني ما خدتش الفلوس واتبرعت بيها نادي الزمالك؟ احنا عايزين بطولات. اخر حاجه هتكلم فيها يا معلم مستشار عن المؤتمر، سيادتك بتقول ان الموسم ده مش صفر ولا حاجه، ده الهايفين والتافهين اللي بيهاجموك هم اللي شايفينه صفري. انا واخد 6 بطولات السنه دي، والمفروض تعملوا لي تمثال يا معلم مستشار. 6 بطولات في اليد والطايره واللي حضرتك قعدت تذكر فيهم. جمهور الزمالك مهتم بكره القدم، جمهور الزمالك مهتم بالنادي كله. طب احنا خدنا 6 بطولات، في مقابل كام بطوله خدها النادي الاهلي المنافس التقليدي لنا يا معلم مستشار؟ 18 بطوله، ده غير كره القدم. 18 بطوله واحنا خدنا 6، يعني الاهلي خد 3 أضعاف بطولاتنا، وتقول لي الموسم مش صفر بالنسبه لنا. طب بالنسبه لكره القدم فشل في كل شيء، فشل ذريع، خروج من دوري ابطال افريقيا بفضيحه مهينه، الخروج من كاس مصر امام بيراميدز وبيراميدز بيلعب 10 لعيبه من اول 10 دقائق بفضيحه مهينه، خساره كاس مصر امام النادي الاهلي بفضيحه مهينه، خساره السوبر المصري امام النادي الاهلي بفضيحه مهينه، خساره الدوري واحنا في المركز الثالث بالعافيه في فضيحه مهينه. ولسه سيادتك بتقول لي ان الموسم مش صفري. طول ما حضرتك شايف ان مفيش اخطاء وان مفيش غلط هيفضل نادي الزمالك على ده الحال، وعمرنا ما هنتغير. إن الله يغير بقوم حتى يغيروا من أنفسهم. يا معلم مستشار لازم نتغير احنا عشان ربنا يغير حالنا. ولحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقة نالت إعجابكم، ويا رب نكون عند حسن ظن سيادتكم. ودعم أخوكم باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس أمرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، وتكون واحد من أفراد أسرة ملعب أفندين.